بتبدأ حكايتنا النهاردة مع ماتياس، وهو رايح يقدم في المدرسة السحرية، وبيكون بيتكلم مع الراجل اللي جنبه. ومرة واحدة بيقوله في وحش جاي علينا دلوقتي. فالراجل بيقوله وحش ايه؟ انت شايف خل على الصبح؟ بس فجأة بيهجم عليهم وحش ضخم، بس ماتياس ما بيديلوش فرصة وبيطير عليه، وبضربة واحدة بيموته. وبيكملوا مشوارهم ولا كأنه حصل حاجة. وبيوصل للبلد اللي فيها المدرسة وبيبتدي يتجول فيها، وبيعدي من قدام محل بيبيع أسلحة. فبيدخل وبيلاقي بنت واقفة وبتكلم صاحب المحل، وبتترجاه إنه يصلح السيف بتاع صاحبتها في أسرع وقت علشان تلحق التقديم. بس الحداد بيقول لها إنه مستحيل يلحق، وإنه لازم حد يوفر له سحر علشان يعرف يعمل السيف. في الوقت ده ماتياس بيكون سامعهم، وبيقول للحداد أنا هوفر لك السحر اللي أنت عاوزه. بس الحداد بيقول له لا، كبير عليك دي يا حمادة، وخصوصا إن الشعر الرباعية اللي معاك دي فيستك، وحتى لو قدرت توفر السحر لازم يومين علشان أخلص السيف. البنت بتتدخل في الوقت ده وبتقول له قشطة أنا موافق. فبيقول لها أنا ماليش دعوة بقى لو خسرت الجوهرة بتاعتك. تقول له لا، أنا واثقة فيه. وبيقعد الاتنين وبيتعرفوا على بعض، وبتقول لماتياس إن اسمها ألما، وبتعمل السيف ده لصاحبتها لوري. وبتيجي لوري وبتطلع فعلا لوري. ماتياس أول لما بيشوفها بيتهز كده وبيعرفها بنفسه وهو بيتلجلج، ولوري هي كمان بتتهز كده وبتعرفه بنفسها وهي بتتلجلج، وشكلها كده السنارة رمزت. ألما بتقول لها ده اللي هيعمل لك السيف بتاعك. لوري بتفرح وبتشكره. وبعدها صاحب المحل بيجي ويقول لماتياس السيف اهو يا عم الفقير، وريني بقى هتعمله ازاي. ماتياس بيقول له اتفرج علك تستفيد. وبيركز طاقته على السيف وبيقول لهم خلصت. طبعا كلهم اتصدموا. ولوي قالت له خلصت ايه، هو انت لحقت؟ بيقول لها جربي بس الاول وشوفي. ولسه لوي بترفع السيف بتلاقيه جاب الترابيزه نصين. صاحب المحل بينبهر بيه وبيتحايل عليه علشان يشتغل معاه، بس ماتياس بينفض له. تاني يوم بيكون جه ميعاد اختبارات المدرسه، وبيمتحنوهم النظري. وبيجي وقت العملي وبيدخلوهم في قتالات فرديه علشان يشوفوا مهاراتهم. لوي بتدخل على الواد وبتجيب له السيف بتاعه نصين وبتكسب. وبتيجي على ماتياس علشان تشكره تاني على السيف. وبيندهوا على ماتياس علشان يجي دور. وبيدخل وبيلاقي خصمه هو القائد. ماتياس بيقول له هو انت اللي هتلاعبني؟ القائد رد عليه وهو بيستهزأ بيه. ماتياس ما عجبوش الكلام وبيهجم عليه بكل قوة، لكن القائد بيضربه. ماتياس بيبتسم له ابتسامة خبيثة كده، وهوب دبل كيك بيشقلطه ويطير له السيف بتاعه وبيكسب. وبيجي الوقت على الاختبارات السحرية. لوي بتدخل أول واحدة، والمفروض إنها تنشل على الأهداف اللي قدامها، وبتبتدي تقول التعويذة بتاعتها بصوت عالي وبتصيب الأهداف كلها. وبعدها بيجي الدور على ماتياس، وأول لما بيدخل المشرف بيشوف الشارة بتاعته وبيستهزأ بيه. ماتياس بيقول له طب وسع بقى كده علشان ما تتعورش. وبيفعل تعويذة كبيرة وبيدمر المكان كله، وبيكسب ويصدمهم كلهم. وبعدها بيلبس ماتياس وبيروح لحفلة القبول، وبيقابل لوي ويفضلوا يسبلوا لبعض. وألما بتقول لهم طب أروح أجيب 2 ليمون أنا بقى. وبيدخل الحفلة والمدير بيرحب بيهم وبيقول لهم أهم حاجة عندنا هنا هي مهارات، ملناش دعوة انتوا مين ولا ولاد مين، وأهم حاجة تطوروا من نفسكم. وقبل ما يمشي بينده على ماتياس وبيقول له بعد الحفلة تعالالي على مكتبي. ماتياس قلق وخاف لا يكون عمل حاجة غلط ويكونوا هيطردوه، وبيروح لمكتب المدير وهو خايف. والمدير بيقول له بص يا ماتياس يا ابني، انت هزمت القائد بتاعك وعملت التعويذة بتاعتك من غير ما تتكلم، وعلشان عارف ابوك ما شكتش فيك ولا في القوة بتاعتك، وعلشان كده انا عاوز منك خدمة، انا عاوزك تساعد المدينة بتاعتنا. ماتياس بيرتاح اخيرا وبيطمن، وبيقول له انه استغرب فعلا لما لقى الطلاب بيقولوا التعويذة بصوت عالي، هما ليه مش بيستخدموا التعويذة الصامتة؟ المدير بيقول له دي مهارة اتنست من زمان ومحدش بيستخدمها دلوقتي. ماتياس بيقول له طب ليه؟ المدير بيقول له احنا في المدينة تصنيفنا التاني في السحر، علشان كده المدرسة اللي في التصنيف الأول هي اللي بتقرر ازاي التلاميذ يتعلموا. فقرروا انهم يلغوا التعويذة الصامتة والطلبة تستخدم التعويذة العادية. ماتياس بيفكر ازاي يحل الموضوع ده، وقطع تفكيره المدير وهو بيقول له الحل اننا نكسبهم في المسابقة اللي بتبقى بين المدارس واللي هتكون بعد شهر. علشان كده انا عاوزك تعلم الطلبة والمدرسين طريقة التعويذ الصامتة. ماتياس بيقول له من عينيا الاتنين. وبيبتدي فعلا يدرب المدرسين، وبعد كده بيجي الطلاب.
وبيقولوا لهم على اللي هيحصل. وفعلا بيدربهم ماتياس وبيخليهم يتمرنوا على اللي اتعلموه. لكن لوري كانت بتواجه مشكلة علشان سحرها ضعيف، بس ماتياس بيستغل الفرصة وبيمسك ايديها ويقول لها لإيه انه بيزود لها طاقته السحرية. وفعلا طاقتها بتزيد وبتبدأ تتعلم وبتكون فرحانة. السؤال هنا بقى، هو ماتياس جاب الطاقة والمهارة دي كلها منين؟ بص يا سيدي، من قديم الأزل يجي من 5000 سنة كده كان في محارب شجاع عنده طاقة سحرية كبيرة، بس هو ما كانش راضي عن الشارة بتاعته وعاوز يبدلها بالشارة الرباعية. علشان كده عمل تعويذة كبيرة جدا نطرته 5000 سنة في المستقبل، وبقى ماتياس بتاعنا. نرجع بقى للمستقبل اللي احنا فيه. بيفضل ماتياس يدرب الطلبة والمدرسين وبيعدي الشهر وبيجي ميعاد المسابقة اللي بين المدارس. ماتياس بيبقى قاعد علشان يجهز ومعاه ألما ولوري اللي بتقوله إنها نفسها إن مدرستهم تكسب بدل ما بيخسروا زي كل مرة. ماتياس في الوقت ده بيحس بحاجة غريبة فبيسألهم عن الشياطين. لوري بتقوله الشياطين مش موجودة في زماننا ده، ولو حصل واحد منهم ظهر محدش هيقدر عليه. ماتياس بيتضايق كده من كلامها وبيروح علشان يشوف هينافس مين، وبرضه حاسس إن في حاجة غريبة. وأول لما بيوصل بيلاقي 3 من المدرسة التانية عمالين يستهزئوا بيه وبمدرسته وبالشارة بتاعته. ماتياس ما بيردش عليهم وبيعرف إن واحد من ال3 دول شيطان ومتنكر وسطهم، فبيتوعد له. والحكم بيبدأ المباراة وبيهجموا هما ال3 على ماتياس. لكن على مين؟ ماتياس بيجيب منهم 2 في شوال وما بيتبقاش غيره هو والشيطان اللي بيفعل تعويذة صامتة كبيرة علشان يضربها على ماتياس. لكن النجم بتاعنا بيصد كل ضرباته وبيهجم عليه وبيخبطوا تعويذة بتخليه يظهر على حقيقته. الشيطان اتصدم والطلاب كلهم اترعبوا، بس ماتياس ما ادالوش فرصة يتحرك واداله القضية وعقده. الطلبة والمدرسين اتلموا حوالين جثته علشان يتفرجوا عليه، ولوري جريت على ماتياس وحضنته حضن أخوي عادي يعني، وكانت مبسوطة بيه. بعدها الملك بيطلب ماتياس علشان يديله مكافأة على اللي عمله. المدير بيروح معاه وبيحكي كل حاجة للملك. الملك بيكافئ ماتياس وبيديله قطعة أرض في المدينة، لكن ماتياس بيرفضها بشياكة وبيطلب من الملك إنه يسمح له إنه يدخل الدماس وياخد منه أي حاجة هو عايزها. الملك بيستغرب بس بيوافق على طلبه. وبعدها الملك بيسأل ماتياس والمدير هتعملوا إيه مع الشياطين. ماتياس بيقوله بعد ما هزمنا واحد منهم هما مش هيسكتوا وهيجوا علشان ينتقموا، وهيكون قدامهم 3 شهور على ما يجمعوا نفسهم وطاقتهم، واحنا كل اللي علينا اننا نحمي المدينة وهنعمل ده خلال شهر بس. الملك بيتبسط جدا وبينبهر بجرأة وقوة ماتياس وبيقرر يعينه قائد المجموعة اللي هتدافع عن المدينة. بيطلع ماتياس من عند الملك وبيروح لألما ولوري وبيقول لهم انه هيروح الدماس علشان يستفيد من ثروته ويزود قدراته، وبيقترح عليهم انهم يروحوا معاه وبيقول لهم انه هيعلمهم القتال. البنات بيفرحوا جدا وبيروحوا معاه وبيوصلوا الدماس وماتياس بيبدأ يعلمهم، وبيجيب وحش صغير كده لألما وبيقول لها نشلي عليه بالسهم، وفعلا بتنشل عليه وبتركز قوتها السحرية وبتقتله وهي مستغربة هي عملت كده ازاي. وبيخليها ماتياس تركز طاقتها أكتر وتحس برابط بينها وبين السهم، وبتعمل كده والسهم بيغير طريقه وبيقتل الوحش اللي كان في مكان أصلا هي مش شايفاه. وماتياس بيقول لها إنها تتدرب أكتر على الموضوع ده، فبتسيبهم ألما وبتروح تدور على وحوش تاني تتدرب عليها. لوري بتروح لماتياس وبتقول له علمني أنا كمان، فبياخدها على حيطة كده وبيكسرها وبياخد حجر ويقرأ عليه تعويذة وبيحوله لمادة تانية، وبيعلم الكلام ده لوري وبيقول لها الشارة بتاعتك بتخليكي تقدري تصنعي الأسلحة، وكمان عندك مهارة إلقاء السحر، يعني هتعملي أسلحة جامدة بفتيكة. لوري بتفرح جدا وبتبتدي تحول الأحجار اللي قدامها لسيوف، وألما بترجع لهم بعد ما اتدربت شوية وبتفرح من المستوى اللي وصلت له لوري. بياخدهم ماتياس بعد كده وبينزلوا للدور العاشر، وألما ولوري طاقتهم بتزيد أكتر وأكتر لدرجة إنهم قدروا يقتلوا ذئب سحري طلع قدامهم. ماتياس بعدها بيعمل لهم جدار حماية علشان يستريحوا فيه، وبيقول لهم اقعدوا انتوا خدوا نفسكم وأنا هنزل للدور ال25. البنات بيتصدموا ويقولوا له انت أكيد بتهزر، 25 إيه؟ ده أكتر حاجة وصلوا لها كانت الدور ال23 وكانوا 40 واحد مع بعض. ماتياس بيقول لهم ما تقلقوش، وبينزل فعلا، وطول الطريق عمال يقابل في وحوش ويقتلها وينزل أكتر لحد ما بيلاقي الحجر اللي كان بيدور عليه، وبيحس بعدها بوجود وحش ضخم
فبيقول بس ده اللي أنا عاوزه، وبينزل له منطقته وبيقتل كل الوحوش الصغيرة اللي حواليه، وبيندى على الوحش الكبير. وفجأة بيظهر تعبان ضخم بس ما بيديش فرصة لماتياس، وبيهجم عليه بكل قوة وبيدمر الأرض من تحتيه، وماتياس هو كمان بيهجم عليه ويقطع حتة منه. التعبان حس بالخطورة فهجم بكل قوة وبلع ماتياس، بس ماتياس الصايع فجره وهو جواه وطلع وبدأ يهاجمه تاني، بس التعبان محصلوش حاجة. ماتياس بيقوله بس انت كده جبت معايا النهاية، وبيطلع حجر سحري وبيكسره، وطاقته انتشرت في المكان وابتدت تتجمع على السيف بتاع ماتياس اللي بيطير على التعبان، وبيديله القضية وبيقطع رقبته، وبياخد البنات وراس التعبان وبيطلع على النقابة علشان ياخد مكافأة القضاء على الوحش، وبياخد المكافأة ويمشي. بيتمشى ماتياس بعدها هو والمولوي، بس فجأة ماتياس بيحس إن في حاجة غلط، والبنات كمان بيحسوا بنفس الحاجة وبيقولوا له اوعى يكون اللي في بالنا. ماتياس بيقول لهم هو اللي في بالكم، في شيطانين طايرين في الجو وشكلهم كده هيهاجمونا. وفعلا الجو كان فيه شيطانين، واحد طاقته كبيرة والتاني على قده كده. ماتياس بعد ما قاس قوتهم وحط خطة محكمة قال للبنات أنا هواجه الشيطان القوي وانتوا هتواجهوا الضعيف. بس المولوي كانوا قلقانين كده عشان عمرهم ما واجهوا شيطان قبل كده، بس ماتياس بيحمسهم ويشجعهم، وبتبتدي المعركة. ماتياس بيفعل وضعية الطيران وبيطير على الشيطان وبيديله التحدي. الشيطان بيعرف ان هو ده اللي قتل واحد منهم، وبيقول له الليلة ليلتك النهاردة، وبيضرب عليه تعويذة من النار، بس ماتياس بيصدها وبيردها له في صدره. الشيطان بيتعصب ويجري وراه، وفي الوقت ده المولوي بيكونوا بيشتتوا انتباه الشيطان التاني وبيهاجموه، فبيروح عليهم ويتفرق الشيطانين عن بعض، وبيبتدي الشيطان يهاجم ماتياس بكل قوة، لكنه بيفادي ضرباته بكل سهولة وبيديله واحدة في ظهره وبيعلم عليه. الشيطان حاول يجمع قوته علشان يهرب، لكن على فين يا معلم؟ ماتياس بيخبطه تعويذة وبيكهربه وبيقضي عليه تماما. في نفس الوقت المولوي كانوا قطعوا نفس الشيطان التاني، وماتياس كان متابعهم ومبسوط بيهم، وبيروح على الشيطان التاني اللي أول لما بيعرف إن صاحبه مات بيحاول هو كمان يهرب، لكن ماتياس ما بيديلوش فرصة وبيطير وراه وهوب بيقطع له جناحه ودبل كيك بيشقلطه جنب صاحبه. وبكده نجح ماتياس والمولوي إنهم يخلصوا على الشياطين. الناس ابتدت تتلم حواليهم وشكلهم كده الظاهر هيلعب معاهم على الآخر. ماتياس بيستغل الفرصة وبيمسك البنات وبيطير بيهم على الملك، وبيوصلوا للملك وبيحكوا له كل اللي حصل. الملك بيكون عاوز يكافئهم، بس ماتياس بيرفض وبيخلي البنات هم اللي يطلبوا اللي هم عاوزين، وبيطلبوا فلوس والملك بيوافق. بس فجأة ماتياس بيحس إن في حد بيراقبهم وبيتصنت عليهم، فبيستأذن الملك وبيقوم يواجه كلامه للشخص ده، وبيبتدي يهدده ويقول له انت فاكر ان كده مش هعرف انك موجود؟ اظهر حالا بدل ما اخلص عليك. بس الشيطان ما بيرضاش يتكلم. ماتياس بيقوم مديله واحدة كهرباء، والملك بيتعرف عليه وبيكون ده قائد حراس الملك. ماتياس في الوقت ده بيكون حدد مكان الشيطان وهيروح له ويخلص عليه، بس المكان اللي قاعد فيه الشيطان بعيد جدا وهيقعدوا في الطريق حوالي 6 شهور. بس ماتياس ما بيستسلمش لده كله، وبياخد البنات وبيروحوا المكان مهجور. وأول لما بيوصلوا البنات بيخافوا وبيترعبوا علشان شايفين تنين نايم قدامهم. ماتياس بيروح على التنين، والتنين بيكلمه بالتخاطر ويقول له لو قربت خطوة كمان هموتك. بس ماتياس ما بيفرقش معاه وبيكمل. التنين خلاص كان هيقتل ماتياس، بس هو لغى التعويذة بتاعته بكل سهولة. التنين بيتصدم جدا، يقول له انت تعرف واحد اسمه ماتياس؟ ماتياس بيقول له انا هو، بس ده الشكل الجديد. وبنعرف انه زمان قبل ما ماتياس يتحول التنين ده كان هيقتله ومعرفش، وماتياس ساعتها عفى عنه ومشاه. وبنعرف كمان ان التنين ده تنينة مش تنين، واسمها ايس. ماتياس بيبتدي يعرفها انهم هيطيروا المكان اللي فيه الشياطين، وبينده على البنات وبيركبوا ويطيروا للمكان، وبيوصلوا للمكان اللي فيه الشياطين، وبيكون فيه شيطان واقف على برج كده يراقب الجو. ماتياس بيطير عليه، وبداية الكلام مسك الختام بيشقه نصين، وبينزل على الأرض يحلل ويخطط، وبيعرف إن المكان هنا فيه شيطانين، واحد جوه البرج وطاقته ضعيفة، والتاني بره وطاقته جبارة. فبيقرر يدخل للشيطان اللي طاقته ضعيفة الأول، وبيدخل هو والبنات بس ما بيلاقوش حد. ماتياس بيعرف إن الشيطان واخد وضع التخفي،
فبيعرف البنات وبيخلي ألما تنشن عليه بالسهل. بس الشيطان ما بيكونش مدي إخوانه وفاكر نفسه مش ظاهر. ألما بتنجح إن هي تصيبه بالسهل. الشيطان بيتصدم وبيتعصب جدا وبيبتدي يهجم على ماتياس بكل قوة، لكن ماتياس بيصد كل ضرباته. من الناحية التانية ألما بتكون غربلة ظهر الشيطان بالأسهم، والشيطان ولا فارق معاه، لحد ما مرة واحدة بيحس إنه دايخ، وبيتضح إن لوي عملت تعويذة على أسهم ألما بتشل حركة الشيطان واحدة واحدة. الشيطان بيحس إنه كده ميت وكده ميت، فبيستخدم آخر كارت معاه وبيفعل تعويذة كبيرة بتضخمه وتكبر قوته، لكن بتطلع في شنك، وألما بتديله القضية وبترقده على الأرض. وبكده يكونوا خلصوا من الشيطان اللي جوه، فاضل الشيطان اللي بره اللي قوته جبارة. وماتياس بيقول للبنات اطلعوا انتوا بقى على ظهر ايرس وطيروا في السما واتفرجوا على اللي انا هعمله. ماتياس بيطلع وبيبتدي يكسر أحجار سحرية بتجبر الشيطان إن هو يظهر. الشيطان بيبتسم له بسخرية وبيقول له أنا كنت مستنيك، أخرت ليه؟ ماتياس بيبتدي يعمل تعويذة على نفسه والشيطان بيهجم عليه بكل قوة، وبعد شوية دعك بينجح الشيطان إنه يقطع دراع ماتياس. إيه؟ فاكرين بطلنا هيموت؟ لأ، دراع ماتياس بيرجع له تاني والشيطان بيكون مصدوم جدا. ماتياس بيقول له ها خلصت؟ أبدأ أنا بقى. وبيبتدي يهجم على الشيطان وبينجح إنه يعوره بسيفه، وبيبص لمكان الجرح فبيلاقي سم مكان الجرح، فبيحاول يجمع قوته علشان يهرب، لكن ماتياس بيعمل تعويذة ويثبته مكانه، وبيحاول يعمل تعويذة تاني علشان يكبر قوته، لكن بيلاقي كل التعويذ بتتقلب ضده. ماتياس بيعوز يفنش خلاص، فبيعمل تعويذة كبيرة بتقتل الشيطان وبتحوله لحجر سحري. وبنعرف إن ده اللي كان عايزه ماتياس من الأول، علشان ياخد الحجر السحري ده ويحمي بيه المدينة ويمنعها من دخول الشياطين. بياخد ماتياس بعدها الحجر والبنات وبيركبوا على ظهر ايرس وبيتوجهوا للمدينة. وهم في الطريق ايرس بتقول له هي ازاي هتدخل المدينة بشكلها ده؟ ماتياس قال لها انه هيخليها تحول لنفسها لشكل انسان ويدخلها المدرسة معاهم وهو يهتم بيها هناك. وبينزلوا على الارض وماتياس فعلا بيحولها لشكل بنت وبياخدها معاه على المدرسة، وبيدخل على المدير وبيعرفه انه عايز ايرس تنضم معاهم للمدرسة. المدير بيوافق بس بيقول له بشرط إن هي تجتاز الاختبار بتاع المدرسة. ماتياس بيوافق بس بيقول له بشرط هو كمان إنه يكون مشرف على الاختبارات دي، وهو طبعا عايز يعمل كده عشان طاقتها ما تخرجش عن السيطرة أو يعرف يتحكم فيها. وبتدخل ايرس الامتحان النظري وبتعك الدنيا خالص وبتاخد 0%. وبتدخل على تاني اختبار وهو بيكون اختبار المبارزة، والمنافس بتاعها بيكون القائد. وأول لما بيبتدوا السيف بيطير من إيدين ايرس وبتروح علشان تجيبه، القائد بيستغل الفرصة وبيجري عليها وبيهجم عليها، لكن ايرس بتمسك السيف بتاعه بإيديها بكل سهولة. القائد بيتجنن جدا، ايرس بتقوم وبتديله واحدة هوك بتطيره في السماء وبتكسب. وبتطلع على آخر اختبار وده بيكون إنها تضرب التعويذ على الأهداف. بتضرب أول تعويذة بس بتلف تلف وترجع على ماتياس والمدير والبنات، بس ماتياس بينجح إنه يصدها. المدير بيزعل جدا بس بتضرب تاني واحدة وبتطير في السماء. البنت اتضايقت، آخر ما بتتعصب بتقوم عاملة تعويذة كبيرة وبتدمر الأهداف كلها بس بتدمر معاها المدرسة. المدير بيكون هيعيط يا عيني، بس ما قداموش حل إنه غير إن هو يقبلها علشان خاطر ماتياس. وبكده تكون ايرس نجحت إنها تنضم للمدرسة. وبيبتدي بعدها التنقيب عن أي معادن علشان يعرفوا يحموا بيها المدينة أكتر، بس العملية بتمشي ببطء علشان عدد الطلاب قليل. ماتياس بيقترح على المدير إنهم يستعينوا بطلاب من المدرسة الأولى، وفعلا المدير بيروح لمدير المدرسة الأولى وبيقترح عليه الاقتراح اللي قاله ماتياس، بس مدير المدرسة الأولى بيتعصب جدا وبيقول له أنا الطلاب بتوعي هم طلاب النخبة في المدينة واستحالة أخليهم يشتغلوا عند واحد زيك. المدير ما بيعرفش يرد عليه، بس ماتياس بيتدخل في الوقت ده وبيقترح عليه إنهم يعملوا منافسة بين المدرستين واللي يفوز بيها هو اللي يتحكم في الكل. المدير بيوافق بس بيقول له بشرط إن ماتياس والفريق بتاعه ما يتدخلوش في المنافسة دي عشان هو عارف قوته. مدير المدرسة بيبقى متردد يوافق، بس ماتياس بيقول له ما تقلقش أنا مدربهم كويس وعارف النتيجة بتاعتهم. وبتتعمل المنافسة فعلا وبيجي طلاب المدرسة الأولى وبيكون عددهم كبير جدا، وماتياس بيجيب قصادهم من المدرسة بتاعته 5 بس. مدير المدرسة الأولى بيقعد يستهزأ بيهم وبيبقى مستني من نتيجة المنافسة علشان يتحكم فيهم، بس على العكس طلاب مدرسة ماتياس اللي هو مدربهم مسحوا بطلاب المدرسة الأولى الأرض وكسبوا هم.
مدير المدرسة الأولى بيتعصب جدا وما بيبقاش موافق على نتيجة المسابقة، وبيحاول ينسحب ويرجع في كلام، وبيبتدي يهلفط بالكلام ويجيب سيرة الملك بكلام مش لطيف. الملك بيسمعه وبيأمر جنوده إنهم يقبضوا عليه، وبيكلم طلاب المدرسة الأولى وبيقول لهم انضموا لطلاب المدرسة التانية وابدأوا معاهم في التنقية. ماتياس بعدها بيبتدي ياخد فريقه اللي هم ألما ولوي وآيريس علشان يدربوا على القتال أكتر وأكتر. وألما ولوي بيبتدوا يقتلوا الوحوش زي السكينة في الحلاوة، لكن آيريس بتكون لسه مش عارفة تتحكم في طاقتها. ماتياس بيبتدي يقول للبنات إنه عاوز حجر سحري علشان يدعم بيه الحاجز اللي هيعمله على المدينة، وده مش هنلاقيه غير لو نزلنا طوابق أكتر، أو ممكن حل تاني إن إحنا نستدعي وحش هنا ونقتله وناخد الحجر بتاعه. البنات بتوافق على الحل التاني وبيبتدوا إن هم يعملوا طقوس عشان يستدعوا الوحش. لوي بتدخل وبتعمل التعويذة بتاعتها، وآيريس بتدخل بس ما بتعرفش تتحكم في طاقتها، بتستدعي وحش ضخم جدا بيدمر الطابق اللي هم فيه، وبنلاقيها استدعت تنين ضخم جدا. ماتياس بيبتدي يحط خطة محكمة علشان يهاجموا بيها الوحش. آيريس هتشتت انتباه التنين، وألما ولوي يبتدوا يغربلوه بالسهام، وهو هيحاول يعمل تعويذة كبيرة علشان يدمر بيها التنين. وبينده بعدها على آيريس وبيقول لها تستفز التنين علشان يضربهم بالنار، وهو بعد كده هيشوف شغل. وفعلا التنين بياكل الطعم ويبتدي ان هو يضربهم بالنار، بس ماتياس بيستغل الموضوع ويقوم قلبها ضده وبيمحي من الوجود. آيريس بتيجي تجيب الحجر اللي نزل من التنين وبتروح تديه لماتياس وهي فرحانة جدا. بياخدهم ماتياس بعد كده وبيطلعوا على المدرسة علشان يضربهم أكتر وأكتر. ألما وآيريس بيعملوا دويتو مع بعض، بس آيريس لسه مش عارفة تتحكم في جسمها علشان مش متعودة على جسمها البشري. ولوي وماتياس بيبدأوا في صنع الأسلحة، وبيعملوا لكل واحد سلاح وبيبتدوا يتدربوا كلهم، وبيجيبوا طلاب المدرسة كلهم يتدربوا معاهم. بالليل بيجمعهم مدير المدرسة ويقول لهم يستعدوا علشان الشياطين هتهجم عليهم النهاردة. وفعلا في بوابة بتتفتح في الغابة وبيبتدي الشياطين يطلع منها، بس بيكون في استقباله ألما ولوي وآيريس. أول شيطان بيطلع ألما بتهدفه بسهم في قلبه وبتموته، ما بيلحقوش يفرحوا وبيطلع لهم شيطان تاني، بس ألما بتضرب عليه السهم وبيجي في كتفه ما بيموتش فبيهجم عليهم، بس لوي ما بتديلوش فرصة وبتقسمه نصين بالسيف بتاعها. البوابة بعدها بتتقفل والبنات بيفرحوا جدا وبيجوا على ماتياس علشان يبشروه باللي هم عملوه. ماتياس بينبسط بيهم جدا وبيبتدي يطمنهم ويشكرهم ويحمسهم، بس ماتياس وهو بيتكلم معاهم بيحس بطاقة الشياطين قربت منه تاني عند المدرسة، بس المدير والطلاب كانوا مستنيين الشياطين عند المدرسة وعارفين إن هم هيين. البنات بيجروا على المدرسة وبيلاقوا في بوابة شيطانية فعلا اتفتحت، وظهر منها شيطان شكله قوته كده جامدة جدا، بيضرب تعويذة من النار على المدرسة وبيضلها كلها. بس المفاجأة الطلاب كلهم عملوا تعويذة كبيرة وصدوا التعويذة بتاعته. الشيطان بيتعصب جدا، بس في نفس الوقت الطلاب بيبتدوا يرموا عليه تعويذ بس للأسف ما بتوصلوش، وألما بتحدف عليه سهم بس بيمسكوا بإيده بكل استهزاء وبيكسره. الشيطان بيبتدي يضرب تعويذة تاني على الطلاب، بس الطلاب عمالين يصدوها. في نفس الوقت لوي بتكون بتعمل سهم قوي لألما علشان تضربه على الشيطان، بس حاسة كده إن قوتها ضعفت وخلاص شكلها هتستسلم، بس الطلاب كلهم في نفس واحد بيشجعوها ويقولوا لها احنا واثقين فيكي انتي أقوى. وفعلا لوي بتتحمس جدا وبتعمل السهم لألما اللي بتاخد السهم منها وبترميه على الشيطان، بس الشيطان بيفاديه، بس السهم بيلف يلف ويضربه من ظهره ويقربوا أكتر للطلاب اللي بيدوله الضربة القاضية ويجيبوه على الأرض. الطلاب بيفرحوا جدا إنهم قتلوا الشيطان، بس لم يكونوا يعلموا أن فرحتهم لن تكتمل. بيظهر شيطان تاني في السماء وبيضرب عليهم تعويذة كبيرة أكبر من الشيطان اللي قبله، وبعدها بيبتدي شياطين كتيرة تظهر في السماء. العيال بيقولوا شكلها النهاية ولا إيه؟ المولوي بيقولوا هنقاتل حتى لو لآخر نفس فينا، بس فجأة ماتياس بيظهر وسط الشياطين وبيقول لهم يلا نبدأ، وبيبتدي يطير على الشياطين واحد ورا التاني ورا التالت وبيقطعهم كلهم. الطلبة تحت واقفين مبهورين جدا باللي ماتياس بيعمله، وبينزل ماتياس على الأرض بعد ما بيكون قضى على الشياطين كلها. المولوي بيجروا عليه وبياخدوه حضن مطارات ويوقعوا على الأرض. ماتياس بيشكر المولوي وكل الطلبة على اللي عملوه، وبيروح بعدها يفعل الحاجز اللي بيحاوط المدينة كلها وبيمنع دخول الشياطين ليها، وسكان المدينة كلها بيكونوا في منتهى السعادة. المولوي بيكونوا فاكرين خلاص كده الدنيا هديت وهنروح ننام، بس ماتياس بيقول لهم اللي احنا عملناه ده هيجذب انتباه بقية الشياطين كلها، فلازم نهجم عليهم
ونتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا. المدير بيبتدي يجمع الطلاب ويطلعوا يقتلوا الوحوش، وبيهجم عليهم عدد كبير جدا من الشياطين، بس الطلاب طاقتهم زادت جدا وبيبتدوا يقتلوهم كلهم لحد ما بيظهر شياطين عمالقة جدا. وماتياس في الوقت ده بيتدخل هو وفايو، وبيمسك ايريس يحدفها على واحد منهم وبتدمره من اول ضربة، والمولوي بيتكفلوا بالوحوش التانية. بس فجأة بيظهر وحش كبير جدا ويبتدي يمتص طاقة الوحوش اللي جنبه كلها. بس ماتياس هيسكت؟ لا، ماتياس بيديله أحجار سحرية وبيقول له خد دول وريني هتعمل ايه. وفعلا بيمتص طاقة الوحوش كلها ويظهر قدامهم أسد ضخم قادر إنه يدمر المدينة كلها. ماتياس بيحط خطة محكمة وبيبتدي يهجم عليه. ايريس بتيجي عند رجلين الوحش وبتقطعها له. ماتياس بيطلع على عينيه وبيفقعها له. المولوي بيفتكروا انه كده خلاص، بس الوحش بيبتدي انه يرجع اعضائه تاني اللي اتقطعت واللي اتفقعت ويبتدي يهجم هو. بس ماتياس ما بيديلوش فرصة وبيضرب عليه تعويذة بتبتدي تتضاعف اكتر واكتر لحد ما بترقد الوحش على الارض، وماتياس بيطير عليه ويقطع له رقبته. ماتياس شكله تخصص قطع رقاب، والكل كان مبسوط جدا بماتياس ومصدومين بقوة الوحش اللي ظهر لهم. ماتياس بيبص على المدينة من بعيد كده وبيفكر كده ان هو يسيبها، وشكله كده هيبدأ مغامرة جديدة. بيروح على المدير وبيعرفه ان هو هيمشي. المدير بيقول له انا كنت عارف ان يوم زي ده هيجي، بس انا عندي حل ليك احسن. وبيقول له انا مش هطردك من المدرسة، وهتفضل متقيد معانا، وهنمدك بكل اللي انت محتاجه، بس وقت ما نحتاجك نلاقيك معانا. لوي كانت واقفة وزعلانة جدا ان ماتياس هيمشي ومش عارفة تقول ايه، بس المدير بياخد باله وبيقترح عليهم ان هم يمشوا مع ماتياس ويبقى ليهم نفس الامتيازات اللي مع ماتياس. البنات ما بتترددش لحظة وبتوافق على طول، وفعلا بياخد ماتياس البنات وبيبتدوا مغامرات جديدة مع بعض. بيخرج ماتياس وفريقه من المدينة وبيستعدوا عشان يكتشفوا بقية المدن اللي حواليهم. وبيقرر ماتياس ان اول مدينة هيروحوها هي مدينة سمع ان هي مبنية فوق الدماس، فعاوز يروح هناك علشان يكتشفها وعلشان حاسس كده ان في حاجة غلط بتحصل هناك. بيقرر ان هو يوصل للمدينة دي عن طريق غابة كده موجودة في الطريق، بس البنات بتكون خايفة ومرعوبة جدا علشان الغابة دي مشهورة بالوحوش اللي فيها. بس ماتياس بيقول لهم انتوا كده بتقلوا مني على فكرة، وبياخدهم ويبتدوا رحلتهم. اول لما بيوصلوا الغابة ماتياس بيقول للبنات ارتاحوا انتوا وانا هصطاد الوحوش. بس الوحوش كلها بتكون عارفة قوة ماتياس وخايفة تقرب منه، إلا قرد شمبانزي بيكون عامل فيها ال7 رجالة في بعض وبيهجم عليه، وأكيد طبعا عارفين إيه اللي حصل له. بياخد ماتياس جثة القرد ده وبيروح على البنات، وفي طريقه بياخد لهم خنزير علشان يطبخوه ويتعشوا وتمام التمام. بعد ما بيتعشوا بيكملوا طريقهم ويخرجوا من الغاب وبيوصلوا للمدينة اللي مبنية فوق الدماس. وأول لما بيوصلوا بيلاحظوا حاجة غريبة جدا، بيلاقوا كابولي منور كده في وسط المدينة، بس مش متوصل بحجر سحري، ده متوصل كده بحاجة اسمها هوايد التنين، والعمود ده كده ممكن ينفجر في أي لحظة في الناس. ويا ريتهم فكروا في حاجة عدلة، لأن العمود جاب آخره فعلا وانفجر فيهم. بس الحمد لله هم عايشين. لوي بدأت تتعصب جدا وراحت للبياع اللي قدام العمود وبتقول له انتوا ازاي سايبين العمود ده كده؟ انتوا مش خايفين على أرواح الناس؟ البياع بيقول لها احنا آسفين جدا يا بنتي، بس ده مش بإيدينا. حاكم المدينة لم كل الأحجار السحرية من على العواميد وخدها علشان يظبط نفسه بيها، وقال لنا لازم الكبير يتظبط علشان يعرف يظبطكم، وساب العواميد كلها وما كانش همه ان هي تنفجر فينا. ماتياس بيسمع الكلام ده وبيحس ان الدنيا كده بزراميط وان الشياطين هي اللي بتحكم المدينة. بياخد ماتياس بعدها البنات وبيطلعوا على النقابة علشان يقدموا فيها ويستكشفوا الدنيا في المدينة. البنت اللي هناك بترفض وبتقول لهم انتوا لسه أطفال صغيرين وأنا مش هسمح بكده. ماتياس بيقول لها ما تقلقيش كله في الكليتش ويلا خلصنا الرخصة بسرعة. البنت بتوافق، بس هم واقفين مرة واحدة بتدخل عليهم بنت وهي عمالة تصوت وبتقول لهم أكتر من 40 واحد اتصابوا إصابات جامدة وعايزين حد يساعدنا في علاجهم، وبتسأل على أي حد معاه تعويذة شفاء، بس محدش بيوافق. بس طبعا البطل بتاعنا هو اللي بيتبرع وبيقول لها ودينا على هناك بسرعة. وبيروح فعلا للمكان وبيتصدم من اللي شافه، عدد كبير جدا من المصابين ومفيش غير دكتور واحد هو اللي بيعالجهم ومش ملاحق عليهم. ماتياس بيسأل على بقية الدكاترة، لكن البنت بتقوله حاكم المدينة مشاهم كلهم علشان شايف ان هي فلوس مرمية في الأرض وخلاص. ماتياس بيتعصب جدا وبيبتدي يستخدم تعويذة بيحدد بيها الحالات على حسب خطورتها، وبيحط جنب كل حالة رقم، وبيروح بعدها على أخطر حالة فيهم ويبدأ يعالجها.
الدكتور بيروح على ماتياس ويزعله ويقول له سيبه، انت مش هتعرف تعمل له حاجة، وإلا هتكون بتضيع وقتك ومجهودك على الفاضي. بس ماتياس بيقول له شد بلاستر واتفرج علك تستفيد، وبيبدأ إنه يعالج الحالة، وفعلا بينجح في إنقاذها، والدكتور واقف مستغرب جدا. ماتياس بعدها بيبدأ يوجه الدكتور هيعمل إيه، وبيعرف فريقه هم كمان يعملوا إيه، وبيبتدوا يروحوا على الحالات ويعملوا عليها التعويذات، وبيتمثلوا كلهم للشفاء. الدكتور بعدها بيروح لماتياس وبيعتذر له عن اللي حصل، وبيقول له أنا من غيرك ما كنتش هعرف أعالجهم كلهم، أنا آسف جدا على اللي أنا قلته. ماتياس بيقول له ما يهمكش، ياما دقت على راس طبول. وبيسأله على الملك القديم مات إزاي. الدكتور بيقول له إنه مات فجأة ومحدش عارف إيه اللي حصل. ماتياس بيستنتج اللي بيحصل، وبيكون متأكد بنسبة 90% إن في شيطان في الموضوع. بعد ما بيخلصوا بياخد ماتياس فريقه وبيروحوا على أوضة عشان يناموا، وبيتفقوا إن هما تاني يوم هيروحوا للدماس. وبيروحوا تاني يوم فعلا الدماس، وبيخلصوا على الوحوش اللي فيه. وماتياس طبعا مش هيرجع من غير راس وحش معاه، بياخد راس الوحش وبيطلع بيها على النقابة. البنت اللي هناك بتندهش جدا، كل شوية تندهش، وبتقول لهم انتوا عملتوا ايه؟ ماتياس بيقول لها انا ما عملتش حاجة، البنات هم اللي عملوا كل حاجة وانا كنت واقف اساعدهم بس. البنت بتقول له خلصانة يا معلم، وبتكتب رسالة لحاكم المدينة وبتقول له ان البنات دي عبارة عن وحوش، وماتياس ده مساعد ليهم وملوش اي 30 لازمة. ماتياس طبعا بيكون قاري كل الكلام ده، وبيسيبها تكمل وما بيعرفهاش ان هو عارف حاجة. الملك بيقرأ رسالة وشكله كده ناويلهم على نية مش خير. بعدها ماتياس بياخد فريقه وبيروح علشان يتعشوا ويحتفلوا باللي عملوه. بس ماتياس بيلاحظ كده ان في ناس بتراقبه، وشكل كده الملك بدأ خطته. بيمشي ماتياس هو وفريقه وبيبتدي يكلم البنات بالتخاطر ويعرفهم ان في ناس بتراقبهم، وبيقول لهم احنا هنعمل تعويذة اخفاء عشان نشوف رد فعلهم، وبعد كده نقرر هنعمل معاهم ايه. وبيختفوا فعلا من المكان، واللي بيراقبوهم بيتصدموا جدا وبيقعدوا يدوروا عليهم لكن ملهمش اي اثر. بس ماتياس بيظهر من وراهم فجأة وبيقول لهم مساء الخير، في حاجة يا شباب ولا ايه؟ الناس ما بيتفهموش وبيمسكوا ماتياس يربطوه على طول، وده طبعا علشان البنت كانت كاتبة للملك ان ماتياس اضعف واحد فيهم، والملك الكوروديا شربها وصدق. ماتياس بيبتدي يستعبط ويمثل عليهم ويترجاهم ويستعطفهم ان هم يسيبوه، والناس بيوجهوا كلامهم للبنات وبيقولوا لهم لو خايفين عليه نفذوا اوامر الملك. بس البنات ودن من طين وودن من عجين، بتتجه عليهم ايرس، وفي ثانية الا ثانية بتكون جايباهم كلهم على الارض. ماتياس بيعمل عليهم تعويذة تتبع علشان يعرف مكان الملك. تاني يوم بيفوق ماتياس والبنات على رسالة بعتها لهم مدير المدرسة، فبينزلوا الدماس علشان يقابلوا الضابط اللي هو بعته، وبيقول لهم حاكم المملكة بيؤمر ماتياس إن هو يقبض على حاكم المدينة دي بسبب خيانته وسوء تصرفه مع الشعب. ماتياس بيقول له ما تقلقش، أنا كده كده كنت ناويها له. وبيروحوا هم الأربعة مع الضابط على قصر الملك وبيستعدوا إن هم يقتحموه، بس الملك بيكون عامل حسابه ولمم جنود المدينة كلها وحاططهم في القصر علشان أول ما يشوفوا ماتياس يقتلوه. ماتياس بيفهم خطة الملك وبيعرف إنه عامل له كمين علشان يقتله. طبعا أي حد تاني غير ماتياس كان هيلف من أي باب خلفي، بس ماتياس بيقتحم المكان علشان يواجههم كلهم. الحراس والجنود كلهم أول لما بيشوفوه بيهجموا عليه، بس لوي بتفعل تعويذة الحماية. بعدها ماتياس بيفعل التعويذة الكبيرة وبيهجم على الكل ويجيبهم كلهم على الأرض. وبعدها بيفتح الممر السري اللي بيودي للملك. الملك طبعا بيكون قاعد تحت وتمام التمام وآخر الروقان، وبيفكر إن جنوده خلصوا على ماتياس وفريقه. ماتياس بيدخل عليه مرة واحدة وبيقول له مساء الخير، كنت مستنيني ولا حاجة؟ بس الملك بيطلع كان حاطط جنود تاني في المكان وبيهجموا على ماتياس، بس طبيعي ما بياخدوش في ايد ماتياس غلوة وبيرقدوا كلهم على الأرض. الملك لو كان جايب جنود بلاستيك كان وقفوا قدام ماتياس أكتر من كده. الضابط بيدخل على الملك وبيقول له إنه جاي يقبض عليه بسبب أفعاله، بس الملك بيقول له أنا لو رحت مش هروح في ببلاش، أنا لو اتقبض عليا أو حصل لي أي حاجة في حاجات مش كويسة هتحصل لأهل البلد. أظن كلامي مفهوم. ماتياس بيقول له تمام أوي كده، اقطم بقى، وبيفعل تعويذ عليه بيخليه يغمى عليه. وبيروح بعدها على النار وبيلاقي فيها بقايا جواب، ومحتواه إن الملك ده كان بيتعاون مع الشياطين وهم اللي مدوه بالمعلومات، والجنود الكفتة دول اللي ما وقفوش قدام ماتياس ولا عملوا أي حاجة. ماتياس بيقعد يفكر شوية هي الشياطين عايزة إيه من الحاكم ده، وبعد شوية تفكير بيستنتج إن الشياطين عاوزة توصل لوريد التنين، ولو وصلوا له
هيقدروا إن هم يلغوا الحماية اللي على المدينة ويدمروا المدينة كلها. الضابط أول لما بيسمع الكلام ده بيترعب جدا وبيقول له إنه هيروح لحاكم المدينة علشان يعرفوا اللي بيحصل. بس فجأة بتحصل هزة أرضية كبيرة جدا، وماتياس بيعرف إن الشياطين وصلت لوادي التنين وبعتوا عدد كبير جدا من الوحوش يهجموا على المدينة، وشكل كده البلد هتولع. ماتياس بيهدي الكل وبيقول لهم أنا عندي خطة، وبياخد الضابط وفريقه وبينزلوا على الدماس وبيوصلوا للمكان اللي فيه وادي التنين، وبيلاقوا إن في شيطان عمال يتلاعب بوادي التنين، وده اللي بيخلي الوحوش تهجم من كل مكان. لوي بتبدأ تعمل تعويذة علشان تلغي تحكم الشيطان، وماتياس بيتوجه للشيطان، وألما وأيرس بيبتدوا يحموا لوي من أي وحوش تهجم عليه، وبيقتلوا أي وحش يقرب منهم. ماتياس بيبتدي يهجم على الشيطان، لكن الشيطان بيصد ضربته. ماتياس بيعرف إن الشيطان مفعل جدار حماية بيصد أي هجمة تتهجم عليه، وبيعرف إن الشيطان ده شيطان مش عادي، لا أقوى من أي شيطان واجهه قبل كده. وبيعرف كمان إن الشيطان ده في حد بيوجهه، مش هو اللي بيتعامل من نفسه. الشيطان بعدها بيهجم على ماتياس، بس ماتياس بيصد ضربته بصعوبة. وبعدها بيبتدي يكلم لوي بالتخاطر ويقول لها أنا عاوزك تجهزي لي تعويذتين علشان أهاجم بيهم على الشيطان. وبيهجم بعدها على الشيطان على ما لوي تجهز التعويذ، والشيطان عمال يضرب في ماتياس وماتياس عمال يفادي ضرباته، والشيطان بيبدأ يستدرج ماتياس لفخ هو عاملهوله، بس ماتياس بيفادي الفخ ده بسبب التعويذة الأولى اللي عملتها لوي، وبيخلي لوي يتفعل التعويذة التانية، ودي بتخلي الشيطان يفقد الكلام مع الشيطان اللي بيوجهه. الشيطان بعدها بيبدأ يقلق جدا، بس ماتياس ما بيسكتش وبيضرب على الحديد وهو سخن، وبيبدأ يهجم على الشيطان بكل قوة، بس الشيطان طبعا عامل حاجز ومفيش حاجة هتقدر تصيبه. لكن مرة واحدة ماتياس عمل تعويذة كبيرة وهوب لغى الحاجز اللي عامله الشيطان بيتصدم جدا وما بيبقاش قدامه غير حل واحد، غير ان هو يستخدم آخر كارت، وبيرمي الكارت يا حدوتة وبيفعل تعويذة كبيرة تضخمه وتقويه علشان يقتل بيها ماتياس. بس الكلام ده عندها طبعا ماتياس متخصص قطع رقاب، وهوب دبل كيك بيقوم مطير دماغ الشيطان في ثانية لا ثانية. وفي الوقت ده لوي بتكون نجحت ان هي تلغي تحكمه من وادي التنين، والوحوش كلها بتختفي من قدام المدينة. ماتياس بعدها بيحاول يعرف مكان الشيطان اللي كان بيوجهه، بس بيفشل وما بيعرفش يلاقيه. بعدها الشيطان بيكلم ماتياس وبيقول له مش هتعرف تلاقيني، ما تدورش عليا أحسن لك. ماتياس بيتصدم جدا وبيعرف إنه غير أي شيطان هو واجهه قبل كده. الشيطان بيقول له استعد بقى علشان نهايتك هتكون على إيدي، وبعدها الاتصال بيتقطع. بعدها ماتياس بيجمع البنات وبيبتدي يحكي لهم اللي حصل، وبيقول لهم الشيطان ده كان ليه طاقة سحرية كبيرة جدا، وأنا سجلت الطاقة دي في بلورة علشان أعرف أحدد مكانه. بس ألما بتستغرب وبتسأله هما إزاي هيوصلوا له. ماتياس بيقول لها إن في أداة سحرية عتيقة هي اللي هتخليهم يقدروا يحددوا مكانه، وإنه هو اللي كان مخترعها في حياته السابقة. بس في مشكلة صغيرة، علشان يوصلوا للأداة دي لازم يعدوا حدود المملكة اللي هم فيها، ومحتاجين إذن الملك الأول قبل ما يعملوا كده. وبيرجعوا على المدينة علشان ياخدوا إذن الملك، وأول لما بيوصلوا المدينة بيقابلوا مدير المدرسة. ماتياس بيلاحظ إن مدير المدرسة بدأ يطور في المدرسة ويعمل مدرسة أكبر منها، وبيحكي لمدير المدرسة على كل اللي حصل، وبيبتدوا يكلموا الملك علشان ياخدوا منه وصاية إن هم يعدوا حدود المملكة من غير أي مشكلة. وفعلا المدير بيأشر لهم على الوصاية من الملك وبيديها لهم وبياخدوها ويمشوا. بعد ما بياخد ماتياس توصية الملك من مدير المدرسة، بياخد فريقه وبيتجهوا للمملكة اللي جنبيهم واسمها مملكة راديا، وبيعدوا من خلال البوابة ويبدأوا يستكشفوا المدينة. والأداة اللي هم بيكونوا رايحين يدوروا عليها بيكون مشوارها صعب شوية، ولازم تكون رتبتك السحرية إيه أو أعلى منها. وبيفكر ماتياس شوية هم إزاي هيوصلوا للرتبة دي، وبيقرر إن هو يروح للنقابة ويدخل الاختبار، ولو نجح ياخد الرتبة. أما بقى لو فشل هيخلي أيرس ترجع تاني تنين وتمثل إن هي بتهاجمهم وهم يحاربوها ويكسبوها، خطة في منتهى الذكاء. وبيتجهوا للنقابة، والراجل اللي هناك بيكون متعاون معاهم جدا وبيوافق إن هو يعمل لهم الاختبار. بس فجأة وهم واقفين بيدخل عليهم فجأة واحد اسمه غل، وبيتضح إنه راح هناك عشان سمع بوجود ماتياس وهو اللي هيقيمه في الاختبار. ماتياس بيركز معاه شوية وبيكتشف إن هو بيمتلك قوة كبيرة وراجل كده مش سهل. الراجل بتاع النقابة بيوجه كلامه الغل وبيقول له أنت إيه اللي جابك هنا؟ ما ينفعش إن أنت اللي تواجهه. ماتياس بيقول له لا عادي سيبه، وبيطلع الاتنين بعدها للحلبة وبيستعدوا للقتال. غل بيوجه كلامه للبنات وبيقول لهم انتوا نجحتوا في الاختبار ومش مضطرين انكم تواجهوني،
أنا عايزه هو. الراجل بتاع النقابة بيكلم البنات وبيقول لهم إن غل مخسرش أي مباراة في حياته، بس البنات بيكلموه بكل تلقائية وبيقولوا له يبقى أول مرة يخسر النهاردة. غل بيهاجم ماتياس بكل قوة، وماتياس بيصد ضرباته وهو بيبتدي يحلل نقاط قوته وضعفه، وشكل كده الواد عجبه. غل بيبدأ يستخدم مهارات أقوى وبيطير في السماء، وبينزل على ماتياس يديله ضربة كبيرة ويفتكر إن هو كده خلص عليه. غلبان ما يعرفش حاجة. ماتياس ما بيكونش حصل له أي حاجة، وبيصدمه ويطير عليه ويديله ضربة جامدة ويطيره ويلبسه في الحيطة. غل بعدها بيعرف إن فرق المستوى ما بينهم كبير، وبيبتدي يسأل ماتياس إزاي أكون جامد زيك كده. ماتياس بكل تواضع بيطلع له كتاب بتاع تعويذة هو اللي مألفه، وبيقول له لو اتعلمته محدش هيقدر يقف قصادك. غل بيفرح جدا وبيقول له خلصانة يا كبير، وبيطلعوا بعدها علشان يروحوا على المكان اللي فيه الأداة. بس غل بيبتدي يحذرهم ويقول لهم خدوا بالكم من المنطقة اللي هناك، ياما ناس هناك راحت وما رجعتش، والجو هناك لبش شوية، ولو حسيتوا بأي خطر ادوني مسد كول وفي ثانية إلا ثانية هكون عندكم. ماتياس بيقول له خلصانة يا رجولة، وبيسيبه يمشي. وبيوصلوا على مدخل المدينة والحراس اللي هناك بيوقفوهم وبيشوفوا رخصة النقابة بتاعتهم وبعد كده بيعدوهم. ماتياس بيقلق وبيشك فيهم، وفعلا شكه كان في محله. الحراس عملوا تعويذة تشفير على الرخصة بتاعتهم وكتبوا عليها رسالة إن اللي يشوفهم يقتلهم، وبيحس بعدها إن في حد بيراقبه، فبيعمل خطة محكمة علشان يتخلص منه. بيدي تعويذة لألمولوي علشان ينيموه، وبيقف هو وأيرس علشان يبقوا طعم. الناس اللي بيراقبوهم بلعوا الطعم وبدأوا إن هما يرموا السهام عليهم، والسهام بتيجي على أيرس بس ما بيحصلهاش أي حاجة، فبتتعصب وبتيجي عليهم علشان تهاجمهم. بس ماتياس بيشنكلها ويقلبها على وشها ويقول لها احنا عايزينهم هما اللي يجولنا هنا علشان ننيمهم. وفعلا الناس اللي بيراقبوهم جم عليهم وألمولوي عملوا التعويذة ونيموهم، بس تقريبا كده هما نسيوا حاجة، نسيوا يحموا نفسهم من التعويذة وناموا هما كمان. ماتياس بعدها بيصحيهم من النوم، وأيرس استغلت الموضوع ولعبت على وش ألما البخت. بيمشوا ويوصلوا على بوابة المدينة ويبدأوا يفحصوها. ماتياس بعدها بيكتشف اللي جوه المدينة وبيعرف إن هم في خطر، وده عشان اللي بيحكموا المدينة 30 شيطان. بس بيلاقي ممر سري وبيقرر إن هو يدخل منه، وبيتسحبوا علشان يوصلوا لمركز المدينة، بس بيلاقوا شيطان بيحرس المكان. بس أبو المتايز بيروح عليه وبيعمله تعويذة وبيخدره وهو واقف مكانه، وبيكملوا طريقهم لمركز المدينة وبيوصلوا يلاقوا الناس كلها اتلعب في عقولهم واتخدروا ومحدش بقى في وعيه. ماتياس بيوقف واحد من الناس ويكشف عليه علشان يعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. بيتجهوا بعدها للمكان اللي بتتجمع فيه الناس علشان يعرفوا الشياطين بتعمل فيهم ايه بالظبط، وبيعمل ماتياس وفريقه تعويذة دفاعية على نفسهم علشان ما يتصابوش زي باقي الناس، وبيدخلوا وسطهم ويمثلوا ان هم متصابين زيهم ومحدش بيحس بيهم، وبيدخلوا جوه وبيكتشفوا كل اللي بيحصل. الشياطين بتجمع كل المعادن علشان تعمل بيها قنبلة نووية كبيرة، وبيتحكموا في سكان المدينة كلهم زي العبيد. المولوي بيتعصبوا جدا وبيقرروا ان هم يخلصوا سكان المدينة من شر الشياطين، وبيقعدوا يفكروا هيعملوا كده ازاي وال30 شيطان شغالين كلهم مع بعض. ابو المتايز بيقول لهم سيبوا الموضوع ده عليا، وبيعمل خطة محكمة علشان يشتتهم. وفعلا في نص المدينة بتظهر شجرة سحرية كبيرة والشياطين كلها بتاخد بالها منهم، وبيتواصلوا مع بعض كلهم وبيجروا عليها. وبيوصل للمكان أول شيطانين وبيلاقوا أيرس هي اللي واقفة مستنياهم، لسه هيهجموا عليها. أبو المتايز بيطلع من وراهم ويجيبهم 4/4. الشياطين بتقعد تستغيث بالباقي وبيروح عليهم مجموعة كمان، بس بيتفاجئوا بقنابل سحرية عمالة تترمي عليهم ومحدش عارف دي بتترمي منين. وبنعرف إن اللي حصل إن ماتياس خلى طاقة أيرس السحرية تظهر، وهي دي اللي شدت انتباه الشياطين. وأي حد بيوصل عند أيرس أبو المتايز بيخلص عليه، وألمولوي هم اللي كانوا بيحدفوا القنابل السحرية. الشياطين بدأت تقلق وتجري، بس ماتياس مش راحم حد وقتل 22 واحد منهم. زعيم الشياطين بدأ يقلق، بيقعد يفكر شوية وبيفهم اللي حصل، وبيندى على باقي الشياطين وبيجمعهم ويقول لهم احنا لازم نفجر المدينة كلها علشان نخلص من الأعداء اللي فيها. وبيقول لهم القنابل اللي احنا عملناها فجروا بيها المدينة كلها، والشياطين كلها بتوافق. ولسه يبتدوا يتحركوا بيلاقوا واحد من وسطهم اتقتل وهو واقف، والمفاجأة ان مش ماتياس هو اللي عمل كده، ده غل جه علشان يساعد ماتياس وفريقه. ماتياس بيشوفه وبيفرح جدا ان هو جه، وبيخلص على كل الشياطين الضعيفة اللي جنبه وبيسيب له القائد بتاعهم. غل الأدرينالين بيضرب في نافوخه ويقول لماتياس سيبهولي اوعى تتدخل، ده بتاعي أنا. قائد الشياطين بيتعصب جدا وبيقول لغل هتموتي النهارده يا سوسو. الاتنين بيقعدوا يدعكوا في بعض بكل قوة، وبنلاحظ ان غل مهاراته اتطورت عن آخر مرة كان فيها مع ماتياس. الاتنين قوتهم بدأت تضعف،
بس غل بيجمع قوته في الآخر وبيدي للشيطان القضية وبيجيب أجله. ماتياس بيجري عليه وبيبارك له ويقول له عاش يا أبو الأبطال. غل بيرد عليه وهو بيجمع نفسه بالعافية وهو فرحان. بس فجأة الشيطان بيقوم مرة واحدة ويجري على ماتياس ويضربه بكل قوة، بس ماتياس بينجح إن هو يصد ضربته. وبعدها الشيطان بيبتدي يتكلم بصوت واحد تاني مش بصوته هو، وبيقول لهم الختم بتاعي قرب يتكسر وهطلع لكم وهوريكم. وبعدها جثة الشيطان بتختفي من قدامه. ماتياس في الوقت ده بيعرف إن ده نفس الشيطان اللي كلمه قبل كده، وبدأ كده يقلق منه ويحس بالخطر. بيبتدي بعدها يعالج غل ويرجع له قوته. أهل المدينة كلهم بعد ما استعادوا وعيهم بيتلموا حوالين ماتياس وغل. ماتياس ما بيكونش عارف يقول لهم إيه. غل بيقول له سيب لنا الموضوع ده، وبيندى على رئيس نقابة البلد وبيعينه حاكم للمدينة. بس كده؟ بس كده. وبيقول لهم يلا نمشي. ماتياس وفريقه بيودعوا غل ويمشوا ويوصلوا للمكان اللي فيه الأداة. بيستخدم قوته ويفتح البوابة بتاعتها، وبينزل هو وفريقه وأخيرا بيوصلوا للأداة، وبيكون حجمها كبير جدا. ماتياس بيروح على الأداة وبيطلع البلورة اللي كان حافظ فيها قوة الشيطان وبيحطها على الأداة علشان يعرف مكان الشيطان وحقيقته. وأول لما بيوصلها بالأداة، الأداة بتتهز جدا وبتتلون باللون الأحمر، وده معناه إن الشيطان ده قوته كبيرة جدا. وبتظهر قدامهم بيانات الشيطان وشكله، وبيطلع اسمه زاردياس، وده من أقوى الشياطين في العالم. ماتياس بيقلق جدا وبيقول لفريقه احنا بطاقتنا دي استحالة نقدر نهزمه، ازاي هنواجهه؟ احنا لو استخبينا واتدربنا ل100 سنة قدام ممكن ساعتها نهزمه، بس لو عملنا كده احنا كده بنضحي بالبشرية كلها اللي هتموت على ايده. بس بتيجي فكرة كده في دماغ ماتياس وبيقول يجربها، وبياخد السلاح من ايد ايريس وبيحطه على الجهاز علشان يدور على سلاح تاني كان عمله في حياته السابقة، والسيف ده هو اللي ممكن يديله القوة اللي يواجه بيها الشيطان الكبير ده. وبيعرف أخيرا مكان السيف وبيقرر إن هو يتوجه ليه علشان ياخده. بياخد فريقه ويركبوا على ظهر ايريس ويروحوا للمملكة. لكن في الوقت اللي بيوصلوا فيه الختم بتاع زاردياس بيتفك وبيستعد علشان يقتله. ماتياس بيلاحظ الإشارة بتاعته وبيعرف إن هو خلاص جاي عليهم. بيطلب من ألما ولوي إن هم يجيبوا له السيف وهو يحاول يعطله بأي طريقة. البنات بيبتدوا يتوجهوا للخزينة علشان يجيبوا السيف، وماتياس بيعمل تعويذ مضادة علشان يكسب بيها وقت قدام زاردياس. يا ترى هيعرف يعمل حاجة ولا هتكون دي النهاية؟ الشيطان بيوصل وماتياس بيبتدي يهجم عليه علشان يختبره، بس كأنك يا ابو زيد مغازيل ولا بيحصل للشيطان اي حاجة. فبيخلي ايريس هي اللي تهجم عليه بنفس التنين، وفعلا بتنجح ان هي تصيبه. بس الشيطان ابن العفريتة بيطلع منها سليم برضه. بيطلع سيفه وبيوجه كلامه لماتياس ويقول له يلا وريني اخرك يا بطل، وبيهجم على ايريس بكل سرعة. بس ايريس بتنجح ان هي تفادي ضربته في اخر ثانية. في نفس الوقت ألما ولوي بيكونوا وصلوا على الخزنة، بس الحراس هناك ما بيرضوش ان هم يدخلوهم. ألما خلاص كانت هتستخدم العنف، بس مرة واحدة بتلاقي الملك واقف وراها وبيأمر الحراس ان هم يدخلوهم. في السما بقى ماتياس ما بيكونش بيعمل حاجة غير ان هو بيصد ضربات الشيطان. الشيطان بينجح ان هو يسيب ماتياس ويقول له ايه ده اخرك ده ولا ايه؟ لا شد حيلك كده وفوق حسسني بالمنافسة. في الوقت ده ألما ولوي بيكونوا نجحوا ان هم يوصلوا للسيف وبياخدوه يجروا على ماتياس علشان يلحقوه بيه. في الوقت ده زاردياس بيكون عارف ان ماتياس بيخطط لحاجة وان هو اللي بيحمي المدينة، فبيقرر ان هو يهجم على المدينة ويخلص عليهم وبعد كده يرجع لماتياس. بس ماتياس بيحاول يجمع كل قوته ويتصدى ليه ويعطله. زاردياس بعدها بيبتدي يضحك على ماتياس ويقول له انت عامل حاجز علشان تحمي من المدينة من الشياطين اللي بره، لكن انت مش هتعرف تحميها من الشياطين اللي جوه. وفعلا الشيطان اللي ماتياس قتله قبل كده بيظهر تاني وبيكون عايز يقتل ألما ولوي، بس ألما ما بتدلوش فرصة وبتبتدي تضربه بالأسهم بتاعتها، ولوي بتطير عليه وبتغز السهم في قلبه وتموته. بس بيظهر لهم شيطان تاني وبيقول لهم سلموني السيف، بس البنات ما بتوافقش، فبيهددهم ان هو يقتل الطلاب دول لو ما سمعوش كلامه وسلموا له السيف. البنات ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه وبيحتاروا. في نفس الوقت زاردياس بيكون بيشرح لماتياس اللي حصل، وان هو عمل تعويذة احياء للشيطانين اللي كانوا جوه المدينة، واللي كان ماتياس هو اللي قتلهم قبل كده. وبيهجم بعدها على المدينة، بس ماتياس بينجح ان هو يصدها، فبيلاقيه بيضرب على ايريس بس بينجح برضه ان هو يصدها. في اخر ما بيزهق بيضرب على ماتياس وبينجح ان هو يصيب. ماتياس ما بقاش عارف يعمل اي حاجة. في نفس الوقت ألما ولوي بيستسلموا للشيطان علشان خاطر يحافظوا على ارواح الطلاب. الشيطان خلاص بيتقدم علشان ياخد السيف، بس مرة واحدة مدير المدرسة بيجي وهو مع الطلاب ويبتدوا يقتلوا الشيطان، ولوي بتستغل الفرصة بسرعة وبتلغي تحكمه على الطلاب، وألما بسرعة بديهة بتغربله بالسهام. بس في نفس الوقت زاردياس بيكون بيهجم على ماتياس وماتياس مش عارف يعمل حاجة وبيجيب في آخره، والشيطان بيضرب ماتياس وآيريس بتقع جوه المدينة على الأرض.
ألما ولوي بيجروا عليها يطمنوا عليها وبيحدفوا السيف بكل سرعة لماتياس. ماتياس بينجح إن هو يمسك السيف، بس للأسف الشيطان بيستغل إن هو مديله ظهره وبيغز قلبه بالسيف بتاعه. ماتياس خلاص بيقع على الأرض ميت، ولوي مش قادرة تستحمل المنظر، بتقعد تعيط وتنده عليه. بس مرة واحدة طاقته بتشتغل تاني وبيطير على الشيطان. الشيطان بيقوله ازاي؟ ايه اللي حصل؟ انا متأكد ان انا اديتها لك في نص قلبك. ماتياس بيقوله انت نجحت فعلا ان انت تقتلني، بس ده كان شرط عشان السيف يشتغل، ولما اللي ماسك السيف بيموت بيعيد احيائه تاني. استغفر الله العظيم يا رب. ولكن بيرجعه بقوة اكبر. وعلى فكرة انا اللي سبتك تقتلني بمزاجي. الشيطان بعدها بيتعصب وبيحاول ان هو يهجم عليه، بس عبيط ما يعرفش اللي مستنيه. ماتياس بيفوله خلاص وبيهجم عليه بكل قوة، وبينجح ان هو يديله القضية ويموته. الشيطان بعدها بيموت ويختفي من الوجود، وماتياس اخيرا انتصر في القتال ونجح ان هو يحمي المدينة. وبينزل بعدها على الارض، ولوي بتيجي عليه وتاخده حضن مطارات توقعه على الارض، وبتقول له خوفتني عليك، الحمد لله ان انت كويس. ماتياس بيتكسف ووشه بيحمر، والجرح اللي في جسمه بيتفتح تاني، بس جرح الأحبة ملوش أطباء. المدير بعدها بيروح عليه وبيشكره، وكله بقى تمام التمام وتحت السيطرة، وبيرجعوا على البيت علشان يرتاحوا، والملك بيبعت لهم تاني يوم علشان يكافئهم، كل شوية يكافئهم كل شوية يكافئهم. البنات بيفرحوا جدا وبينزلوا بعدها على مكان فيه كنوز الملك يختاروا منه اللي هم عايزينه، وآيريس بتختار جوهرة كبيرة وبتاخدها، وكل واحد بياخد اللي هو عايزه ويمشي. وبالليل ماتياس بينده على لوي تحت ضوء القمر، وبيقول لها غمضي عينيكي، وبيلبسها سلسلة فيها جوهرة كبيرة هي كان نفسها فيها. لوي فرحت جدا وقالت له أنا فرحانة جدا عشان أنت جبت لي حاجة. ماتياس بيقول لها ولسه اللي جاي أحلى، وبيفضلوا يسبلوا لبعض لحد ما الشمس بتطلع. وبكده يكون خلص الأنمي بتاعنا الجميل. استنونا في ملخصات تانية جاية أكتر وأكتر، وتتقلص إني أقلص، يعني إحنا كده خلصنا. الحلقة دي كتبها وسجلها ومنتجها وحط لها الحركات والتكات الألدغ اللي كان بيحكي لكم القصة. سلام.